السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على كل متابعينا ومشاهدينا واللي لسه هيتابعونا واللي لسه هيشاهدونا. عاملين إيه يا حبايبي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اختصارا لوقت الفيديو، حابب أخش في موضوع الفيديو على طول، وهي حتة ظاهرة أو ملحوظة شايفها في الفترة الأخيرة في حتة اقتناء الغاوي أو شراء الغاوي أو انتخاب الغاوي للحمامة اللي عاوز يشتريها أو يربيها، وهي حتة العظم. طبعا حكمه في الأول وفي الآخر على فرد الحمام من حتة العظم. ده طبعا مفهوم وتفكير غلط 1000000%، لأن الحمامة نمر مش نمرة واحدة. الحمام نمر مش نمرة واحدة في أي نوع، سواء حمام غزار أو حمام زينة أو حمام زاجل. مبدئيا كده، لو أنت بتاخد أو حكمك على فرد الحمام في مستواه في حتة العظم، طبعا اللي هو العظم القصير، العظم القاطع أو المكلكم أو العمران، فحب أقولك إن أنت كده عمرك ما هتعرف تقتني حمامة فيها مواصفات كويسة. عمرك ما هتقتني حمامة هتقدمك لقدام. عمرك ما هتمسك مستوى قوي في أي باب أنت بتخشه، لأن أنت حكمك في الأول في الآخر على حتة العظم القاطع وبس. عايز أقولك حاجة، العظم القاطع اللي أنت فرحان بيه أوي ده، اللي هو العظم العمران أو العظم الشبعان أو عظم المكلكم، فحب أقولك ممكن يكون فيه عيوب. أول العيوب إن ممكن عظم فرد الحمام يكون منور. يعني إيه يكون منور؟ يعني وهو زغلول صغير، في بعض الغواة عديمة الضمير بتقرص على فرد الحمام من صغره عشان يبان إن فرد الحمام عظمه مكلكم أو قاطع، وفي نفس الوقت بيخلي الفك العلوي تمام يطبب على الفك السفلي. بس طبعا الغواة الحريفة أو الغواة اللي بتفهم في الحمام كويس بيعرفوا تمام إن فرد الحمام ده مقروص عليه من وهو صغير، من ناحية تمام عظمه من أي جنب من الأجناب بيبقى عظمه منور، مبقاش طبعا العظم مطبب قوي على بعض. يعني مبقاش الفك العلوي تمام لاحم على الفك السفلي، بيبقى فيه حتة تنويرة كده. وممكن العظم العمران أو الشبعان أو القاطع أو المكلتم اللي أنت فرحان بيه ممكن يكون عظم ساقط. طبعا العظم الساقط يعيب الحمام والغزار. لازم بفرد الحمام ما يكونش عظمه ساقط، ليه؟ طبعا أهم حاجة في حتة العظم إن العظم يكون راكب على الدماغ أو على الجمجمة أو على النافوخ. فطبعا كل ما فرد الحمام كان عظمه ساقط، كل ما كان فرد الحمام بيبان إن عظمه زي ما بيقولوا كده إيه، ساقط لتحت. ما بيدلش طبعا وما بيميزش فرد حمام في جماله في ناحية شكل وشه. طبعا العظم طبعا كل ما كان ركب على الدماغ او على النافوخ او على الجمجمة، كل ما كان بيبين تمام حلاوة فرد الحمام، وبيديه طبعا ايه، بيديه جمال. في نفس الوقت ممكن العظم المكلكم اللي انت فرحان بيه ده او العظم الشبعان او العظم القاطع ممكن يكون فيه خنقة، وطبعا الخنقة دي صعب تطلع منها. ممكن العظم المكلكم اللي انت فرحان بيه ده مش ده تمام شكل ولا لون عظم فرد الحمام اللي المفروض يكون عليه. يعني ما ينفعش تجيب
اي ابلق، سواء ابلق بنفسجي او ابلق اخضر او ابلق سكروطه او ابلق قشر بندق او ابلق اسود، ايا كان لونه، ويبقى عظمه مكلتم او قاطع. زي طبعا عظم الصافي مينفعش عيبه. من هنا هبدأ اوصل لك معلومة لازم تاخد بالك منها عشان تعرف تمسك مستوى قوي، وإن الحمامة نمر بتكمل بعضها من أول شكل ولون وحجم، وحطت العظم على النافوخ أو على الدماغ أو على الجمجمة. وبرضك الدماغ بيبقى ليها شكل معين وليها حجم معين. طبعا الدماغ الفايرة قوي اللي هي الكبيرة قوي ما بتدي، أول حاجة بتعيب فرد الحمام، في نفس الوقت ما بتدوش جمال. في بعض الأنواع لما الجفن بتاعها بيبقى تقيل بيعيبها، وفي بعض الأنواع لما الجفن بتاعها بيبقى هربان أو بيبقى راق واحد أو راقين برضك بيعيبها. في برضك نمرة لازم تعرفها وأمثلة حية. دلوقتي بيت البلق بينطبق على إيه؟ بينطبق على الأبلق البنفسجي والأبلق الأخضر والأبلق السكروطة والأبلق القشر بندق والأبلق الأسود وغيره. طيب هل ينفع تجيب عظم السكروطة أو عظم القشر بندق تحطه على البنفسجي؟ لا. هل ينفع تجيب عظم الأبلق البنفسجي وتحطه على القشر بندق أو تحطه على السكروطة؟ لا. فهنا هو مجموعة تمام بتندرج تحت أو بتسمى تحت بيت البلق، بس كل أبلق مختص بصفاته، نمر وتكوينه وشكله وهيئته والستايل بتاعه والشاسيه بتاعه وحجم صندوقه وطول أو قصر رجله مع وقفته بتميزه عن باقي البلق. يعني هنيجي مثلا في البنفسجي هتلاقي البنفسجي كعظم، يعني برضك في مصطلحات كتير بس كلها بتؤدي الغرض، اللي هو عظم مسمسم او العظم زي حبة الشعير. تمام. هل ينفع انت بقى تحط العظم ده على السكروتة؟ مش هيليق. فسبحان الخلاق، ربنا بيخلق الحاجة تمام فيها شكل جمالي وفيها تناسق، دي من عند ربنا. ما علينا ان احنا ايه، ان احنا بنحافظ على الحاجات دي وبنحسن منها دون الخروج تمام على شكلها الاساسي. والتحسين ده من وجهة نظري مش ان انا اجيب فرد حمام ما ينتسبش تمام لفرد حمام تاني وابدا ادخله على بعض عشان مثلا احلي نمرة او اعلي نمرة او اعلي صفة وانسى بقية الصفات او انسى بقية النمر. لا، انا احسن ازاي؟ تحسين ده في نطاق نوع تمام الباب او صفات الباب او نمر الباب. يعني ابلق بنفسجي مثلا هنقول مثلا عظمه محمل سن، ببدا اجيب حمامايه عظمها مسمسم او عظمها زي حبة الشعير. مثلا ابلق بنفسجي خدينه قصيرين، المفروض خد اللي ابلق بنفسجي خدينه طوال، بالبلدي كده تتشعلق تمام، تتكعبل فيهم او تتشعلق فيهم. دي برضك مصطلحات عند بعض الغواة. مينفعش طبعا تيجي لبلق البنفسجي يبقى خدينه قصيرين، لازم يبقى خدينه طوال. طيب دلوقتي انت ظاهر عندك فرد حمام عظمه كويس، شكل دماغه كويس، ضرايبه اللي هي لون عينه كويسة، جفونه كويسة، لون القفشات او لون الاكتاف او لون الارضية او لون الجدة مظبوطة، دبايكه مظبوطة، فرد حمام وقفته كويسة، بس خدينه قصيرين. انت بتعمل ايه؟ بتعمل اللي هو اللقو التكميلي، تبدأ تجيب
فرد حمام حتى لو في نمرتين 3 مش موجودين في الفرد اللي هو الاولاني اللي هو يعتبر ناقصه خده يطول، فمش مشكله ان انت تجيب فرد ناقصه 3 4 نمر مثلا او نمرتين 3. اهم حاجه يكون فيه الصفات اللي هي ايه، اللي هي ناقصه. تمام. الفرد اللي هو هتحس ان هو خلاص بالنمره اللي انت هتكملها له دي هيكمل، والكمال لله واحد. فانت بتحاول برضك بتعمل ايه، بتعمل اللقو بتاعك، واللقو زي ما انا قلته لك بنسبه. تمام. في لقوك في فرخك لازم يعتمد على كتر انتاجك، وكتر انتاجك ده هو اللي هيخلي الدم يركب. كتر انتاجك ده هو اللي هيخلي عينيك تمام وفكرك ايه الحمام وصل لايه ومحتاج ايه. وحته كتر انتاجك برضه ما تجيش تقفل على نفسك موسم في الباب ده وتفرخ لي 5 6 زغاليل وتقول انا وتيجي تشبههم وتقول كده القص جاب اخر لقو، او خلاص جاب اخره في الفرخ، عرفت مستوى فرخه ايه. لا، اقل حاجه لازم تفرخ لك 20 25 30 زغلول. كل ما تفرخ اكتر كل ما تجيب تمام اخر الباب، لان برضك في فرخ الباب ده او النوع ده بنسبه كبيره بيبقى في نسبه في الفرخ، بيبقى تكوين الاب، وبيبقى في نسبه برضك في الانتاج ده بيبقى تكوين الام، وفي نسبه برضك بتبقى طفرات، وبتبقى قليله شويه. الطفرات دي ما بتظهرش ايه على طول، يعني الحمام على طول ما بيطبقلكش طفرات، لا ممكن تبص تلاقي 20 عش او 25 عش تلاقي طفره طفرتين 3 ظهروا لك. او بيبقى انت بتبقى عامل لقو تكميلي، اللي ناقص في الذكر بتلاقيه في النتايه، واللي ناقص في النتايه بتلاقيه في الذكر. فهنا بيطلع زغاليل بتكوين اللي ناقص او اللي انت محتاجه كنت تكمله بين الاب والام، فبيطلع لك زغلول في حامل صفات الاب وحامل صفات الام. اللي ناقص في الاب بتبص تلاقيه ظهر في الابن، واللي ناقص في الام بتبص تلاقيه ظهر في الابن. فانت بيبقى عندك كده ايه فرد حمام يعتبر كامل. يعني يبقى كده الغرض من الموضوع ده ان انا اقول لك ان اختيارك لفرد الحمام او انتخابك لفرد الحمام او شرائك ان انت تشتري فرد حمام من حتة العظم، فانت كده بتحكم على نفسك بالفشل، وفي نفس الوقت ما بتطلعش من دايرة ان انت تفضل طول عمرك في الغلط. مش هتعرف ترتقي بمستوى اعلى، لان انت كل تركيزك هي الحمامية نمرة، هي عظم. بالعكس، الحمامية كل نمرة عن نمرة بتبقى مرتبطة بالنمرة اللي قبلها. فطبعا ده هيجي امتى؟ ان انت تبقى تعرف مواصفات الباب وعارف نمر الباب. طبعا اول حاجة باحتكاكك بغاوي حريف، غاوي عقر احتك بالباب ده وفرخ، فبتحتك بيه وبتاخد خبرته. زائد برضك ان انت بتنزل اسواق كتير، او بتبقى في فروجات او في معارض. فكل ده كل مدى عن مدى باكتسابك معلومات من الغواية الحريفة، زائد شوفانك ومسكك حمام كتير في ايدك، ده برضك هيفرق معاك. زائد ان انت بقى بتلم كل ده وبتبدأ تطبق وبتنفذ جوه السلكة بتاعتك، فبيفرق معاك كتير. فالحمام مش زي ما انتوا فاكرين او بعض الغواة فاكرة ان الحمام سهل. اللي يقول لك الحمام سهل او في ناس مصعبة الحمام، لا، الحمام مش سهل، الحمام صعب. لان اي حاجة محتاجة نظام، واي حاجة محتاجة فكر، واي حاجة محتاجة عقلية ناضجة، فمش سهلة. والدليل على كده ان مش كله بينجح، والناجحين يتعدوا على الصوابع. قالوا وصلوا لمستويات كويسة في اي نوع او اي باب بيتعدى على الصوابع، واللي بيفشل كتير. فطبعا ده فاللي نجح ده نجح ازاي؟ نجح اللي هو اشتغل على سيستم ونظام معين خلاه يوصل للي هو فيه.
لكن ان انت فاكر ان العمليه بالبلدي كده شقلب واجري، وكلمتين من الشرق وكلمتين من الغرب خلاص الدنيا هتظبط معايا، ولو معايا بالستين هجيب لا. عشان بس افهمك الدنيا، الماديات مهمة بس تخيل انت معاك ماديات وانت مش فاهم. يعني مثال كده، انت دلوقتي عاوز تشتري عربية زيرو من معرض وانت ما بتعرفش السوق، ايه اللي هيحصل؟ هتشتريها بفلوسك بس تيجي تركبها هتعمل بيها حادثة وممكن تخسر العربية خالص. لكن انت لو معاك فلوس وبدأت ركنتها على جنب وجبت لك وخدت جزء من الفلوس دي او من الفلوس اللي عندك دي، وبدأت تجيب مثلا عربية مستعملة، تبدأ تتعلم عليها واحدة واحدة، حتى لا قدر الله حصل حادثة او حصل ايه او ايه فخسائرها قليلة مش هتكون كبيرة، بس برضك هتتعلم. فلما تيجي تجيب العربية الجديدة وانت متعلم سواقة فهتحافظ عليها. هو نفس الحكاية الحمام ده. بعض الغواة اللي قالت ان الحمام خسرنا كتير والحمام ما جابش هم وكده، كان دخلوا في المجال ده في الاول وهدفه اللي هو المكسب. شاف فلان جاب حتتين قشر بنادق ب50 و60، قفل على نفسه بقى يبيع الحتة ب10 وب12 و15، اجري هات زيه. طبعا بقى يجيب بفلوسه ولا عارف يفرخ ولا عارف يعالج ولا عارف يكلف ولا عارف يهيئ المكان ولا عارف ينظم المكان ولا عارف اي حاجة. فجأة بص تلاقي الدنيا دب 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 وقعت منه. حتى لو الدنيا لو ما عرفش يفرخ من حمام وكده فهو موقف حمام بدبل فلان وعلان بس، ولما بيجي بيخرجهم اقل من الثمن اللي اشتراه بيه. ليه؟ لان هو ما عندوش فكر. وبرضك زي ما هنقولها وبرضك اتعلمتها من غواء اقدم مني، الغية فيها 3 بنود. اول بند مال قارون وصبر ايوب وعمر نوح. مال قارون عشان تبدأ تشتري بفلوسك وتدخل وتطلع وتغير دم وتجيب اعلى صبر ايوب لازم تصبر من اول ما بتجيب الدكر او تجيب النتايه، الدكر يجي يعمر عندك والنتايه ترمي لك الحصويتين لحد ما الحصويه تكون جنين، والجنين يبقى يطلع من البيضه يبقى زغلول، الاهالي تبدا تلبيه، بعد كده بفضل الله يبقى بادج، وبعد كده يبقى زغلول واقف على رجليه، تبدا تقطفه من تحت الاهالي او من تحت الحضان، تبدا تشببه لحد ما تشوف مستواه وصل معاك لايه وبتبدا تفرخ منه. فده صبر ايوب. عمر نوح ربنا يديك طولة العمر والصحة، وتشوف طبعا مستوى الحمام كل سنة عن سنة بيلبس بدلة جديدة للأحسن بمستوى أقوى. فطبعا الموضوع مش في يوم وليلة، الموضوع مش كلمتين هتحفظهم بس. وأنا من مدرسة إن الحمام نظري وعملي. عملي دي لأ، عملي يعني أنا جبت حمامتين من فلان، اشتغلت بفكره اشتغلت بمجهوده، طب الراجل ده مش هيعيش لي، هبدأ أفرخ منهم معاك، بس ولا عارف أغير دم إمتى، ولا عارف أدخل حمام إمتى، ولا عارف إنه ناقصني إيه، ولا عارف إمتى أخرج اللي ما يفيدنيش وأسيب اللي يفيدني، لأن أنت شغال بفكر غيرك فهتيجي في وقت هتقع. لكن أنت لو ابتديتها بفكرك وتعبك وشوية هتقع وشوية هتقوم وشوية هتقع لحد ما تستمر وتعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين، بداية من النهاية، فأنت بفضل الله هيكون ليك بصمة في الغية، وبصمتك في الغية دي مش باسمك. عشان بس نبقى واقعيين، الناس ما عرفتش الناس دي من أساميها، الناس دي عرفت الناس دي بحمامها. فلان الفلاني عنده مساويد مش عند حد، ليه؟ بقى يعمل اهداءات بفرد الحمام سواء على صفحته او
بيبدأ ينزل حمامتين في السوق، الناس تعجب بالمستوى اللي وصل بيه، فبيبدأ يتعرف، بيبدأ اسمه بيتردد بين الغواة، بيبدأ يسمع. وممكن غاوي واحد يصيد بلد، غاوي واحد يصيد بلد. يعني غاوي في محافظة مش معروفة خالص بدأ يربي باب واحد، مش هقول لك بقى جميع البيبان، باب واحد. لو باب مثلا قشر بنادق وفرخ كام حتة، وبدأ ينزل بيهم الأسواق ويعمل إهداءات على صفحته والكلام ده، يصيد بلد. يقول لك فلان ده من حتة الفلانية، يصيد بلد. فطبعا الموضوع مش هيجي في يوم وليلة، عشان الناس اللي تعبة نفسها وكل شوية تدخل حمام وتطلع حمام وتجري ورا دبلة فلان ودبلة علان، وفلان هيطلع لي، فلان مش هيطلع لك اللي يخدمك، لأن هو مش عارف انت في دماغك ايه. انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه. معايا البالستين في جيبي، نازل السوق عارف انا عايز اشتري ايه اللي ناقصني عشان اتقدم. طالع على سطح فلان عارف ايه اللي ناقصني وايه اللي هيخدمني. ممكن فرد حمام جامد جدا قنبله قدامك وما يفيدكش بحاجه، ممكن فرد حمام متوسط في الاقوى وان انت تحط عليه انتايه كويسه والكلام ده، ربنا يكرمها معاك ويفتحها عليك من اوسع الابواب. وفي الاول وفي الاخر كله بامر الله وامر الخالق، قادر يكون لك تمام يعني زغلول في حصوايه. بسم الله ما شاء الله، ربنا قادر على كل شيء. وانت بتلقي الحمام سمي الله، ادعي، قول يا رب اكرمني بمستوى قوي من ورا الحمام ده. ابدأ طلع زكاة كده، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. خلي عندك أمانة في البيع والشراء، اطلب حقك. ولو هتيجي شوية على نفسك مش مشكلة، بحتة برضك ان انت بتدعم فلان وعلان، لكن بلاش ان انت تطلع حماماية وانت عارف ان مقتنع مليون في المية ان هي سعرها 5 قروش وتطلعها ب10 قروش تقول هو مرضي. لا، هو مش مرضي، هو دنيته على قده وفكره على قده. فانت ما تستغلش الحتة دي وتبيع له فرد حمام غالي، لا، بيعه له بثمنه. ولو هتعمل معاه الصح فانت دعم منك انت هتقلله فرد حمام قرش او قرشين. دي ترجع لك انت، مش مفروضة عليك، دي ترجع لك انت. فطبعا يا جماعة الكلام ده بفلوس، الكلام ده مش ببلاش. سيرتك بين الغواة هو طريق نجاحك. مش عايز اطول عليكم، انتظروني في فيديو جديد يفيد الغواة والغاية المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.